السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي ندوي لكم على شي حوايج عندهم علاقه بالحياه الشخصيه ديالي وعندهم علاقه بالقرايه ديالي. اذا هذا الفيديو غادي ندوي لكم على كيفاش انني اتخذت واحد القرار نهائي انني نخلي المجال ديال لانفورماتيك ونتعمق فيه. اذا هذا الفيديو هذا غادي نناقش معكم انني كيفاش انا اختاريت هذا المجال هذا، واش انا فرضته على راسي ولا ما فرضتوش على راسي، واش انني درت اختيارا ولا ماشي اختيارا، واش اختاريتو ولا ماشي اختاريتو. هادشي كامل غادي نناقشوه في هذا الفيديو هذا، وغادي نعطيكم بزاف ديال النصائح للناس اللي مقبلين على انهم يختاروا المجالات في الحياه ديالهم بصفه عامه. اذا في هذا الفيديو غادي ندوي انا بواحد الطريقه اللي هي ديريكت، يعني بواحد الطريقه اللي هي كانني كندوي معاك انت اللي كتفرج فيا فاصا فاص، يعني كانك كتسولني وانا كنجاوبك. يعني ما غادي نكذب عليك، ما غادي نقول لك حتى شي حاجه فيها الكذوب، وما غاديش نقول لك حتى شي حاجه ما فيهاش المصداقيه. اي حاجه غادي نقولها في هذا الفيديو اكيد ثق فيا بانها 100% راه هي في صالحك، وانها راه غادي تفيدك بزاف. انا في البدايه ديال المسيره الدراسيه ديالي في الاعدادي كان عزيز عليا بزاف انني اي حاجه اللي هي ديجيتال كنت كنهتم بها بزاف، يعني اي حاجه اللي هي ديجيتال كنت كنهتم بها بزاف. وانا يعني في الزمان اللي جيت فيه كاين بزاف ديال الحوايج، يعني في الحقبه اللي جيت فيها انايا كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما ديجيتال، يعني اللي هما رقميين، وفي نفس الوقت ما عندهمش علاقه بالانفورماتيك. داكشي علاش في الاول انا كنت كنشوف راسي شويه في الديزاين، شويه في الاي كوميرس، شويه في اي حاجه فيها يعني في الخدمه اونلاين. يعني انا في البدايه ديالي يعني ملي كان عندي اول بيسي، اول حاجه كنت كنديرها هي انني اول حاجه الحاجه اللي كنديروها كاملين كنتفرج فيه كنلعب فيه كلشي، ولكن الحاجه اللي كانت تميز بها في داك البيسي هي انني كنت بزاف كنتجه المجال ديال الديزاين، وكنت كنتجه بزاف المجال ديال الاي كوميرس، وبزاف كنت كنتجه المجال ديال اي حاجه عندها علاقه بالخدمه اونلاين. يعني اي حاجه عندها علاقه بالخدمه في الديجيتال يعني في الاونلاين كنت كنديرها انايا. يعني كنت كنشوف بزاف الفيديوهات في يوتيوب، كنشوف بزاف الفيديوهات في الفيسبوك، وديك الساعات يعني ما كانش بزاف الفيديوهات في تيك توك وفي الانستغرام. الفيديوهات بزاف كانوا كيتلاحوا يا اما في الفيسبوك يا اما في اليوتيوب، وكنت كنتبع بزاف الفيديوهات في اليوتيوب والفيسبوك على المجالات الخدامي اونلاين، وكنشوف راسي انني كنعبر على راسي في دوك المجالات اللي هما اونلاين. في سنه 2021 حدث واحد التغيير كبير في المجال ديال يعني في العلاقه ديالي مع المجال ديال الديجيتال. اي حاجه اللي هي عندها علاقه بالديجيتال، سواء كانت لانفورماتيك، سواء كانت شي حاجه عندها علاقه بالبيسيات، سواء كانت شي حاجه اي حاجه عندها علاقه بالديجيتال، تغير المعنى ديال الديجيتال في الحياه ديالي كلها. كيف عرفتي؟ لدرجه انني ولي كنبحث على كل كلمه، يعني مثلا في سي بلس بلس اي حاجه عندها علاقه بالسي بلس بلس، اي كلمه عندها علاقه بالسي بلس بلس باللغه البرمجيه ديال سي بلس بلس، كنبحث على ديك الكلمه والشرح ديالها، كنبقى سهران ليالي باش انني نقلب على الشرح ديال ديك الكلمات، يعني باش نعرف انه اي كلمه طاحت ليا قدام عينيا خصني نعرف اشنو منين جات، اشنو هو السورس ديالها، يعني شنو هو الاصل ديالها، وديك الكلمه فاش كتستعمل، وعلاش وشنو الدور ديال ديك الحاجه اللي كنعنيو بها ديك الكلمه. يعني مثلا الا قلت لك انا مثلا شنو هو كومبايلر مثلا، راه كلنا عارفين دابا شنو هو كومبايلر، ولكن قبل ما ندخلوا للمجال ديال الانفورماتيكا ولا قبل ما ندخلوا للمجال ديال البرمجه بالضبط، راه اكيد ما كناش عارفين شنو هو الكومبايلر، اكيد 100% ما كناش عارفين شنو هو الكومبايلر. مستحيل شي واحد انه ما عمره ما قرا حتى شي حاجه على الانفورماتيك وعلى المجال ديال البرمجه انه يعرف شنو هو الكومبايلر. اذا هذه واحد المعلومه مهمه بزاف، هو انه انا كنت كناخذ واحد لاستيوس
اللي هي ضروريه صراحه في الحياه ديال اي واحد، هو انه تبحث بكثره والبحث العميق. لانه الا كثرتي في البحث راه ماشي كتضر راسك، ولكن انت راه كتفيد راسك. اكيد فيها العذاب، فيها شويه ديال الملل، فيها شويه ديال التماره، ولكن داك من بعد داكشي كامل كيجي واحد الحاجه اللي هي غادي تبقى معاك حياتك كامله، وغادي تفيدك حياتك كامله، وانت ما غتندمش علاش درتي ديك الحاجه. وهذه ثاني معلومه مهمه كنناقشها معكم في هذا الفيديو، لانه انا ما كنقدرش نتخلى على شي حوايج اكثر ما انني كنهتم بشي حوايج اللي هما اساسيين بزاف في الحياه ديالي، وهما اللي ناقشت معكم انا في هذا الفيديو هذا. داكشي علاش كننصحكم جوج ديال النصائح. اي واحد عنده شي فكره وباغي يطبقها دابا يطبقها دابا. اي واحد عنده شي حاجه بغى يتعلمها وبغى يبدا يتعلمها يبدا يتعلمها من افضل حاجه اللي كينصحوا بها. شكون اللي كينصحوا بها؟ الناس اللي هما ماشي هما اللي معروفين في المجال، ولكن الناس اللي هما قراب ليك. علاش؟ لان الناس اللي قراب ليك هما اللي كيعرفوك مزيان. الناس اللي قراب ليك هما اللي كيعرفوك مزيان، لانك الا مشيتي تبعتي الهضره ديال واحد في اليوتيوب او لا واحد في الفيسبوك مثلا، لربما هو ما عارفكش مزيان، هو ما عارفكش شكون نتايا، هو ما عارفش الحياه ديالك كيفاش دايره. ولكن الا تبعتي الهضره ديال واحد اللي قريب ليك، اكيد هو عاش معاك الحياه، عاش معاك بزاف ديال الوقت، وعارفك مزيان كيفاش داير، عارف شنو اللي مزيان ليك وشنو اللي خايب ليك. داكشي علاش افضل نصيحه اخيره في هذا الفيديو هو انه تبعوا الهضره ديال الناس اللي قراب لكم اكثر من الهضره ديال الناس اللي بعاد عليكم. لانه الا درتو في الاولويه، يعني كندوي على المركز الاول، الا درتو في المركز الاول الناس اللي بعاد عليكم واللي هما مشهورين او اللي كتثقوا فيهم، راه اكيد غادي يوقع لكم بزاف ديال الاغلاط المغالطات في الحياه ديالكم. يعني شي حوايج اللي كتعتبروهم هما صحاح ولكن هما في الاصل غلطين، وهادشي كنشاهدوه بزاف حاليا في الوقت ديالنا. اي واحد تفرج في الفيديو السلام عليكم. اذا اي واحد تفرج في الفيديو حتى الاخر، شكرا لك من القلب. هذا الفيديو كنتمنى انه يكون فيدك ولو شويه، ولو غير شويه، ولو انك استفدتي كلمه جوج كلمات ثلاث كلمات خديتيهم معاك يبقاو معاك حياتك كامله، راه انا غادي نكون فرحت بزاف. والجزاء ديالي اكيد راه قبل يعني ما يكون في الدنيا، يعني من بعد ما يكون في الدنيا، راه اكيد انه جزاء الله هو اللي اكبر، وشي كله درتو في سبيل الله. وقبل ما يكون شي ربح ولا شي حاجه، اكيد غيكونوا بزاف ديال الاسباب اللي يخليوني انني ديما نبحث على انه نفيد الاخرين، كما انا ناس اخرين فادوني حتى انا كنبغي انني نفيد ناس اخرين. دونك اللي تفرج الفيديو حتى الاخر كنتمنى انك دير لايك الى عجبك الفيديو، وتعليق تعبر على الراي ديالك. كلنا احرار في التعبير على الاراء ديالنا. شكرا، نتلاقاو في فيديو جاي.